اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلاة تنحلي بها العقد وتنفك بها الكرب وتتفتح بها الأرزاق وننال بها الرضوان وتجزني بها في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. ازيكم أحلى اخوات في الدنيا؟ وحشتوني جدا من آخر فيديو قدمته. النهاردة معانا يوم جميل جدا، يوم كله طاقة وحيوية كده وطاقة إيجابية. النهاردة هنعمل ايه مع بعض يا ام اميرة؟ النهاردة هنشطب المطبخ كده بسرعة، وهنعمل فطيرتين على الطاسة بكيلو دقيق واحد. هنعمل القمر ده كله ما شاء الله، هعمل 8 فطاير. طبعا انا الاولاد خدوا مني فطيرة وانا بصور، قلت لهم استنوا بس اخلص تصوير علشان ما كنتش هعرف اكمل بقية الفيديو. تمام. ان شاء الله هنعمل مع بعض عجينة الفطيرة اللي على الطاسة. بصراحة جميل جدا وموفر وما بياخدش وقت خالص ولا مجهود، بكل بساطة وبكل سهولة كده بإذن الله نعمله مع بعض. كمان تغيير من روتين الفطار، اليومين دول يومين مدارس، يعني ولادك راجعين من المدرسة مش عارفة تعملي لهم ايه، ممكن تعجني فطيرتين كده وتسويهم على الطاسة، حتى لو انت عندك الفرن مش شغال ما فيهاش اي مشكلة. هنسمي الله كده ونصلي على سيدنا محمد علشان ربنا يبارك لنا في كل حاجة بنعملها. معايا كيلو واحد من الدقيق، أنا شارية من بره كيلو دقيق بالميزان يعني. تمام. حطيت عليه 3 معالق سكر كبار كده هرميين. طبعا عايزة تحطي معلقتين سكر حطي براحتك، دي حاجة ترجع لك، هو اختيار، بس أنا بحب الفطير يكون مسكر، حاجة بسيطة كده. وحطيت ربع معلقة صغيرة من الملح، حاجة بركة يعني. وحطيت كوبايتين من المية وعجنت، وطلعت العجينة زي ما انتم شايفين كده. حطيت عليها معلقتين من الزيت، وقلت اسيبها تريح كده على بال ما اغسل شوية الأطباق والمواعين اللي على الحوض دول. طبعا كده قلت بسرعة أعملهم حاجة تكون في البيت. ولادي طبعا أنا ولادي كبار يعني مش في المدارس، أنا ما عنديش إلا فرح يعتبر ليا اللي في المدرسة الصغيرة. ودلوقتي ممكن ترجع والّا حاجة كده تحتاج اللي هي تاكل حاجة على السريع، لازم يكون عندي حاجة في البيت، قُرَص بقى، كيك، فطير، أي حاجة. طبعًا بتبقى في بركة كده وفي خير في البيت. كمان حد مثلًا يكون عاوز ياكل أي حاجة على بال ما أجهّز الغدا، بصراحة جميل جدًا ما بياخدش مجهود وكمان ولا وقت، وغير كده باعمله بأي سمنة موجودة في البيت. يعني مش لازم قشطة أو زبدة أو حاجة معينة، المتاح عندي باعمله بيه. بيبقى بصراحة جميل جدًا، وبتبقى حاجة كده في البيت ساترة البيت، دخل عليَّ ضيف فجأة، حد جالي، ولادي عاوزين أي حاجة ياكلوها على السريع، بصراحة جميل جدًا. بناكله جنب جبنة قديمة أو اللي هي الجبنة الحادقة أو الجبنة الإسطنبولي، كمان ممكن ناكله جنب عسل، بصراحة بيكون جميل جدًا. وهنا خلاص كده كنت غسلت الطبقين دُولة، كان يعني طبقين كده مطرح العشا والفطار. على طول قُلت كده أمّا أشطّب المطبخ، كنت أنا روّقت الشقة كده وخلّصتها، كنت دخلت على المطبخ قُلت إيه أعمل لهم إيه، الفطيرتين دُولة وأنا باغسل المواعين. هنا كنت خلّصت غسيل المواعين، وكمان العجينة بتاعتي ما شاء الله هي ارتاحت. هابدأ أرُص كده المواعين على المطبقية، وهابدأ أشتغل في العجينة معاكم. بصراحة طريقته سهلة وبسيطة وجميلة، وكمان لو أنتِ أولادِك في المدرسة تقدري تعملي تغيير بقى روتين السندوتشات كل يوم، تقدري تعملي لهم الفطير ده جميل جدًا والله وهيحبوه، وما شاء الله غير مكلف يعني، مش مكلف خالص. هابدأ أنزل كده بقطعة العجينة، عندي الرخامة أنا غاسلاها وماسحاها ما شاء الله نضيفة. هافرد قطعة العجين دي سمنة عادي من الصفيحة، مش زبدة ولا قشطة ولا أي حاجة، سمنة من الصفيحة العادية، السمنة اللي أنتِ بتستخدميها للأكل، أي نوع سمنة. تمام. كده العجينة عشان ما شاء الله عجنتها وسبتها تريح شوية لحد ما أغسل المواعين، كانت خلاص ما شاء الله ارتاحت معايا خالص، حتة العجينة ما شاء الله جميلة جدًا وطرية وما شاء الله ناعمة وزي الفل. هامسح كده العجينة فردتها فرد مستطيل كده ودهنتها كلها بالسمنة. هابدأ في الوقت دوّة كده إيه، ألفّها رول، وطبعًا وأنا بالِف باهوّي كده بالراحة وباشد لورا علشان تعمل معايا الطبقات اللي هي التوريقة بتاعة الفطير.
هابدأ في الوقت دوّة أقطّعهم، أنا قطّعتهم 8 فطيرات، ما شاء الله حجم الفطيرة كبير، تقدري أنتِ تقطّعي أصغر من كده لو أنتِ هتدّيها لأولادِك للمدرسة، وممكن كمان تعمليها بحشوات مختلفة. وهنا كنت ريّحتها كده سِبتها ارتاحت حوالي 5 دقايق، ورجعت لها تاني، ما شاء الله بتتفرد معايا بكل سهولة. الفطير ما هو إلا عجين وتريّح، كل ما تريّحي العجينة كل ما تشتغل معاكِ بطريقة سهلة وبسيطة. وزي ما أنتم شايفين كده بافردها مستطيل كده، وبابدأ على طول أحط معلقة سمنة صغيرة، وباقوم جاية مطبّقاها كده زي الظرف، وباسيبها ترتاح على جنب لحد ما أبدأ أخلّص الكمية كلها. وهنا كنت خلّصت كل كمية الفطير طبعًا اللي أنا هاعملها، ما شاء الله باقول لكم الفطيرة ما شاء الله انتفخت لوحدها أهيّة وأبّت طبعًا من قبل ما أعمل أي حاجة فيها، لإن طبعًا هي مخدومة في العجين، وإن أنا فرداها، وكمان وأنا بافردها عملت التوريقة بتاعة الرول دوّة، بقيت أهوّيها طبعًا دي كلّها بتخش في العجينة هوا. هابدأ آخُد أول واحدة، حطيت الصينية على البوتاجاز، سخّنتها وهدّيت النار، وهنا بالِم الفطيرة، باعملها زي البُقجة كده علشان طبعًا أقدر اللي أنا أفردها بكل سهولة. ممكن تسيبيها مستطيلة لو أنتِ عاوزة، وممكن تخلّيها مدوّرة، طبعًا كل حاجة ترجع على حسب ذوقِك وراحتِك. زي ما أنتم شايفين ما شاء الله قطعة الفطيرة بتتفرد معايا بسرعة، يعتبر أنا عملت الفطير ده وأنا واقفة كده يعني وأنا باغسل المواعين كنت عجنته، وما شاء الله خلصت غسيل المواعين وما خدش في إيدي ما كمّلش ربع ساعة كنت مخلصة كل كمية الفطير القمر دي. والفطيرة على فكرة حجمها كبير وتشبع ما شاء الله، يعني لو فرد كل واحدة يشبع منها. طبعًا لو أنتِ هتعمليه لأولادِك للمدرسة تقدري تعمليه بحشوات مختلفة بتاعة الساندوتشات، ممكن تحطّي جبنة رومي على جبنة شيدر، ممكن كمان تحشيه بجبنة اسطنبولي أو جبنة عبور أو جبنة فيتا، طبعًا بيكون جميلة جدًا. عايزة أقول لكم اللي أنا حطيت الفطيرة حطيت معلقة سمنة في الصينية، معلقة سمنة صغيرة كده يعني عشان أحط الفطيرة عليها، لإن لو حطيتيها على الصينية مباشر هتتلسع، هتبقى ملسوعة كده يعني في اسمرار، لكن معلقة السمنة بتعمل عازل بين الفطيرة والصينية وبتخلّيها فيها حمار كده وقوام جميل جدًا اللون الأحمر الحلو ده، تمام. حطيت الفطيرة وغطيتها بالغطا، لازم أغطيها بالغطا، النار متوسطة، يعني مش واطية أوي ولا عالية أوي، متوسطة. الفطيرة معايا ما شاء الله انتفخت أهي، كده الفطير بتاعي كده شغال تمام ومِيَّة مِيَّة، بارفعها كده من الجنب باشوفها احمرت من تحت والّا لأ، علشان أقلبها على الجهة التانية، تمام. طبعًا كانت لسه ما خدتش اللون أوي، طبعًا بابدأ أحرّكها من وقت للتاني، انتفخت تاني معايا هتنتفخ كلّها، وبعد كده هابدأ أقلبها، طبعًا باغطّيها بالغطا وقلبتها على اللمة التانية علشان تستوي من على اللمتين. ما شاء الله جميل جدًا وطري وموفّر، وطبعًا فطار بقى لعشا سريع كده، عايزين ناكل فطير مش هنكلّف نفسنا بقى النهارده عشان نروح نجيب فطير من الفرن، هنخش بقى في ال150 وال200 ونتطلع على حسب طبعًا عدد أفراد الأسرة، لكن بكيلو دقيق هنأكّل العيلة كلّها وعيلة العيلة، والله العظيم فطيرة واحدة تشبّع، يعني إحنا ذات نفسنا الفطيرة شبّعتنا، واحدة بس تشبّعنا. مش محتاجين أكتر من واحدة، الكيلو ده عمل معايا 8 فطاير، زي ما أنتم شايفين الفطيرة محمّلة وقلبها مليان ما شاء الله، وجميلة وطرية ومورقة وطعمها وأقسم بالله زي العسل، حاجة كده فاخر من الآخر، يعني لو أنتِ هتعمليه لأولادِك للمدرسة ممكن تقطّعي تقطيعة أصغر من كده شوية، عشان طبعًا الأطفال ما يتبدِّدش معاهم ويبهدلوه، وممكن تعمليه برضُك حشوات زي ما قُلت لِك كده مختلفة. وطبعًا تغيير من روتين الساندوتشات وولادِك أكيد هيحبوه طبعًا بيكون جميل جدًا وممتاز، ونقدر عاملاه كده سادة عشان ممكن ناكله إحنا بجبنة اسطنبولي أو نغمّسه بعسل. أتمنى الفيديو يعجبكم، ولو عجبكم حطوا لايك